السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ غادة. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجات حلوه جدا. وهنوفر مع بعض بقى وداعا للفران، وهنعمل الفينو والعيش الشامي في البيت، وهنعملهم من عجينه واحده. اهم شيء ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من مطبخ غادة. واللي بيتفرج علينا لاول مره ما ينساش يعمل اشتراك قبل ما يخرج من القناه. شايفين شكل العيش الشامي جميل مسويه في البوتاجاز، والفينو برضو مسويه في البوتاجاز، حاجه كده في منتهى الروعه. نفسي الكل يجرب الطريقه وان شاء الله هتعجبكم. دلوقتي احنا هنتعرف مع بعض على المقادير بتاعتنا. انا معايا 2 كيلو من الدقيق، معايا معلقتين من محسن الخبز، معايا ملح، معايا نص كوبايه من السكر، معايا كيسين خميره. اهم شيء يا جماعه في وصفتنا النهارده المحسن بتاع الخبز ضروري جدا. تمام. وبصوا كل كيلو من الدقيق بياخد معلقه من محسن الخبز. تمام. وبرده كل كيلو من الدقيق بياخد كيس من الخميره. خلاص كده. فانا هحط معلقتين المحسن، وهحط ذره الملح مثلا حوالي ربع معلقه ملح. تمام يا جماعة. وكمان هحط كيسين الخميرة ونص كوباية السكر، وهنبتدي بقى نقول هنعمل ايه. اهو المحسن، هو ده يا جماعة اللي بيخلي الفينو زي القطن. فاهمين؟ هو ده اللي بيخلي الفينو حلو، من غيره بتحس ان الفينو تقيل واللي بياكل رغيف بيتلكم. لكن ده بصراحة في منتهى الجمال، لو حطيتيه هيفرق معاكي جدا في العجن. وكل فرن خلي بالكم بتستعمله. فانا دلوقتي حطيت السكر وحطيت الخميرة والمحسن وتمام كده. انا كده فاضل الزيت، انا للاسف انا نسيت احطه، بس هحطه قدامكم برضو وانا بعجن، وان شاء الله يعني الطريقه سهله هتجربوها وهتنجح معاكم بامر الله. انا اهم شيء عايزه اعرفكم ان الدقيق بتاعنا زي ما اتفقنا ان انا مش كل الدقيق بياخد ميه كتير. انا حطيت الزيت وابتديت احط الميه، في دقيق بياخد مني ميه كتير وفي دقيق بياخد ميه اقل. فانا دلوقتي حطيت الميه واربع معالق الزيت، وهبتدي اعجن لحد لما تبقى عجينه حلوه لينه معايا طريه زي اللبانه بتتمط كده، وممكن تلزق في ايدك حاجه خفيفه. حسيت انها سايحه شويه ممكن ازود لها دقيق عشان اظبط العجينه. حسيت انها ناشفه ممكن ازود لها شويه ميه عشان اظبط العجينه. اهم شيء تبقى العجينه بتاعتي عجينه مطه وحلوه عشان تشتغل معايا زي ما انا عايزه. تمام كده. انا العجينه بتاعتي اهو، بصوا خلاص انا حسيت انها سايحه شويه، فانا اديلها رشه دقيق كده بس عشان تلم العجينه كلها من الوعاء اهو. بصوا خلاص كده اتلمت كلها اهي، مفيش حاجه ملزقه في الايه، في الحله بتاعه العجان. دلوقتي هاخد العجينه بتاعتي وهبتدي ان انا اقسمها بالنص. تمام كده. نص هاخده في طبق لوحده، ده هعمله للفينو، والنص التاني هخليه هرشه بس بالدقيق عشان ده اللي هستعمله للعيش الشامي. تمام كده. ادي ده كده، ده للعيش الشامي. خلاص كده هرشها برشة دقيق وهخرمها كده وهسيبها نص ساعة. بالنسبة للفينو بقى هاخد حبة زيت على ايدي، وهقوم ابتدي ادورها معايا كده واشغلها في ايدي كده، وهسيبها برضو تخمر حوالي نص ساعة. بعد النص ساعة ما تفوت هبتدي بعجينة الفينو. اهم شيء عشان هو ده اللي هياخد مني تخمير اكتر. هبتدي ان انا اقطع العجينة على حسب حجم الفينو اللي انتي بتحبيه، وابتدي ان انا اكورها وابططها واقوم ايه برماها وملزقاها، واقوم هبتدي ارصها في الصاج. واهم شيء تكوني دهنه الصاج. تمام كده يا جماعه. انا كده خلصت كميه بتاعتي ورصيتها في الصاج، هسيبها تخمر لمده ساعه. هبتدي بقى اجيب العيش الشامي بتاعي، وهبتدي ان انا اعمل ايه، هجيبه برضو وهقطعه برضو على حسب الحجم اللي انت تحبيه، اذا كان كبير او صغير براحتك. انا بحب اعمل بالعجين يعني تبقى كرة صغيرة عشان يبقى رغيف صغير ويخلص على طول ما يتبقاش منه حاجة. دلوقتي بقى هبتدي اخد رغيف رغيف وهبتدي ان انا افرده. وبعد ما افرده بالشكل ده هكون رصاه على فوطة نظيفة، وهسيبه شوية يخمر معايا، وهبتدي احطه في الفرن. زي ما انتوا شايفين كده بحط صاج في الارضيه تحت بس يشم الحراره، وارجع ارفعه فوق على الشوايه لحد ما بتشوفوه بالشكل الجميل ده. في الوقت ده انا اكون مجهزه حبه لبن مع حبه زيت، وهبتدي ادهن وش الفينو بتاعي. شايفين يا جماعه شكل العيش الشامي روعه. انا كده دهنت العيش الفينو بتاعي بالشكل ده. وبعد كده طبعا هيكون الفرن سخن، هبتدي ان انا اسويه بالشكل ده. شايفين جماله طري تحفه. بصوا قطن والله العظيم، احلى من بتاع بره وهيوفر عليكم كتير. اهم شيء ما تنسوناش باللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان